عارفين ايه اول حاجة بنعملها اول ما نصحى من النوم؟ ولا غسيل وش ولا حتى كوباية مية، لا، بقينا بنفتح الموبايل. يا جماعة الموبايل بقى اهم من الصابونة. بس السؤال اللي يجنن بقى بجد، ليه السوشيال ميديا واللايك والكومنتس والفيديوهات الجديدة بقت بتدينا احساس قوي قوي كأنك شربت سيجارة او يمكن حاجة اقوى من السيجارة؟ تعالوا نفك بقى الشفرة دي ونشوف ليه السوشيال ميديا او ازاي مصممة إن هي تبقى زي الإدمان عشان تخلينا مدمنين سوشيال ميديا. إدمان مش بالمعنى المجازي، لأ، ده بالمعنى الحرفي والعلمي. المخ يا جماعة عنده مادة كده صغيرة اسمها الدوبامين، ودي أنا اتكلمت عنها قبل كده في حلقة. الدوبامين ده زي الجرس كده بالنسبة للمخ. يعني مثلا الحاجات الحلوة زي الأكل، الشرب، الضحك، الفوز، ده جرس بالنسبة للمخ. يعني كل ما بتعمل الحاجة الحلوة دي كل ما مخك يقول لك هات تاني، كويس، هات تاني، حاجة حلوة قوي. طب ايه بقى اللي بيحصل مع السوشيال ميديا؟ زي مثلا لايك، جرس، فيديو جديد، جرس، كومنت، جرس، شير، جرس، مش عارف ايه، جرس. يعني تخيل مثلا نفسك كده انت قاعد قدام مكنة اللي هي عارفينها اللي بتاعت الكازينو دي، وكل شوية تسكرول يطلع لك موزة ما تكسبش حاجة، سكرول تاني يطلع لك فراولة ما تكسبش حاجة، السكرول التالت بقى يطلع لك 3 كرز، جاك بوت، يعني انت كده كسبت مبلغ كبير. السوشيال ميديا والريلز معمولة كده بالظبط. يعني الفيديو اللي جاي ده مفاجأة، انت مش عارف هل هو هيبقى كويس ولا حاجة تافهة ملهاش قيمة، وده اللي بيخلي دماغك مستني المفاجأة. يعني بصراحة كده احنا كلنا بقينا قرود بنجري ورا الموز. طب هل الموضوع صدفة؟ هل المهندسين دول صحيوا كده من النوم قال لك يلا نعمل زرار لايك احمر يبسط الناس؟ لا يا حبيبي، اللايك ده معمول زي السناره، كل ما يجي لك نوتيفيكيشن او اشعار عقلك يتحفز فيقول لك يلا افتح بسرعه. وده زي البيزنس موديل، يعني كل ما تقعد اكتر كل ما هتشوف اعلانات اكتر وكل ما الشركات هتكسب اكتر. يعني تخيل معايا مثلا مثال، صاحبك بيديك شوكولاته، كل ما تقول له نكته تضحكه، فطبيعي كده انت هتعمل ايه؟ هتقعد تقول له نكت تضحكه لحد الصبح، في الاخر هتلاقي ان انت صحتك ضاعت. هي نفس الفكرة بالظبط. يعني من الاخر انت مش العميل، انت المنتج. يعني انت السلعة اللي بتتباع للمعلنين. طب ايه بقى اللي بيحصل لعقلك ولجسمك؟ اللي بيحصل يا صديقي ان دماغك بيتلخبط. يعني المخ بقى بيتهيأ له ان اللايك بقى اهم من حضن الام واهم من انك تنام بدري. يعني تفتح الموبايل قبل ما تنام وتقول هفتحه ساعة، الساعة يبقوا ساعتين والساعتين يبقوا 4 ساعات، هوب فجأة تلاقي نفسك الساعة 6 الصبح بتتفرج على فيديو قطط بترقص على مهرجانات. وفي دراسة علمية كمان بتقولك إن الناس اللي بيقعدوا أكتر من 3 ساعات على السوشيال ميديا بيبقى توترهم أعلى 30% عن الناس اللي بتستخدمه أقل. يعني أنت مش بس بتضيع يومك، لأ، ده أنت كمان بتعكر مودك وبتبوظ نومك. طب إيه الحل بقى؟ نرمي التليفون في النيل؟ لا طبعا، لان انت اول ما تعمل كده هتنزل ورا تدور عليه. الحل انك تعمل دايت سوشيال ميديا، مش لازم تلغيها بس قلل وقتها. يعني مثلا بدل ما تفتح اي بلاتفورم ايا كان ايه هو، مش عايز اقول اسمه معين، بدل ما تفتحه 30 مره وتقعد سكرول افتحه 3 مرات بس. اعمل ديتوكس سوشيال ميديا، يعني اقعد يوم كامل من غير موبايل. هتحس ان انت في العصر الحجري بس دماغك هترتاح. واوعى تنسى حاجه مهمه قوي، ان الموبايل وسيلة مش غاية. يعني انت اللي تمسكه مش هو اللي يمسكك. في النهاية احب اقول لك حاجة، احنا فعلا بقينا عبيد للتليفون. كل نوتيفيكيشن او اشعار بتساوي سلسلة بتربطك اكتر بيه. بس هرجع اقولها لك، السؤال اللي لازم تسأله لنفسك، هل انت اللي ماسك التليفون ولا هو اللي ماسكك؟ الموضوع يا صديقي مش انك تسيب السوشيال ميديا، لا، الموضوع انك تبطل تسيبها تتحكم فيك. يعني يا صديقي العزيز، لو عندك اختيار بين النوم والسكرولينج، افتكر دايما ان السرير بيديك هيلث بوينتس، انما السكرولينج بيديك اي باجز. سلام ونشوفكم في الحلقة الجاية.